السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ اهلا وسهلا بقناتي، واحب ارحب بالمتابعات الجدد واقول لهم اهلا وسهلا بكم بكل مكان تشوفوني من عنده. اكيد من الغرض عرفتوا شنو راح اسوي. راح اسوي كيكه بالبرتقال وان شاء الله تعجبكم. يلا نبدي بسم الله. راح اضيف هنا 4 بيضات. هاي وحده، هسه هنا 4 بيضات راح نضيف، وراح اضيف اخبطهن وبعدين احط فانيليا واحط الشكر. هسه راح اخبطهن. هسه حبيباتي مثل ما تشوفون خبطت، راح اضيف الشكر. هنا عندي كوبين شكر لان انا قستهن بالكوب مالت المقياس. هنا عندي 2 شكر و4 بيضات. هسه حبايبي راح اضيف وياه ظرف فانيلا حتى تروح الزفرة مالت البيض. انا ما عندي سائلة، كل مرة استعمل سائلة بس هاي عادي. هسه نخبطهم كل زين بحيث يموع الشكر مع البيض. كلش كافي هذا صار عندي. هسه راح اضيف الحليب. وهسه راح نضيف كوب زيت. هسه هنا عندي كوب زيت لأن أنا قست الشكر 2 و1 زيت و1 حليب. هسه أخبطهم بعدين أضيف البرتقال. بنات راح اضيف البرتقال وبرش البرتقال. هنا عندي هذا برش برتقال هم راح اضيفه كله. نعطيها خلطه سريعه وبعدين نضيف الطحين. هسه راح نضيف كوبين طحين وبعدين نشوف اذا نحتاج ناخذ الثالث. هي 3 طحين انا اسوي كل مره. هسه هاي عندي 1 وهاي 2. أنا كل مرة 3 أسوي. هسه إذا أحتاج عادي أضيف الثالث.
اضيف بعد كوب طحين، واضيف البيكنج باودر. هيجي كفايه. هذا 3 صار عندنا 3 طحين و2 شكر و1 زيت، كوب حليب، كوب برتقال. راح اكتب لكم المقادير الصندوق الوصف. هسه راح اضيف البيكنج باودر واضيف هيل مطحون. راح اضيف 2 بيكنج باودر ضرفين، وضفت انا منك 1 فانيلا، بس هذا بيكنج باودر راح اضيف 2. هذا 1 وهذا الثاني. هسه راح اضيف شويه هيل مطحون على مود يعطيها طعم، والهيل كلش طيب. شوفوا بنات العجينة شلون صارت، هذا القوام اللي نريده. شوفوا بنات. هسه راح اضيف هيل مطحون وبعدين ادخلها للفرن. كملت. وهسه بنات راح نضيف الهيل المطحون. هاي عندي هنا هيل مطحون، راح اضيف هيل مطحون، احنا نحبها بيها هيل. هسه ضفت هنا 2 ملعقتين بهاي هيل مطحون. تمام. وهسه راح نعطيها خلطة سريعة. بنات كلش كافي. شوفوا القوام، هذا القوام اللي نريده. هسه راح اصبها بالقالب وادخلها للفرن. هاي عندي القالب هنا دهنته بالزبد وخليت شويه طحين على مود ما تلزق. خلي اجيب الاسباتوله والم هذا كله المه. هسه بنات راح ادخلها للفرن وارجع وياكم اراويكم من تستوي، اراويكم اياها. هسه راح اوديها على الفرن. وهسه بنات راح اراويكم مشترياتي على ما تستوي الكيكه بالفرن. راح اراويكم مشترياتي. هسه نبتدي بسم الله. اشتريت بنات هاي للصابون السائل للحمام، هاي زجاج، هم اراويكم اياها من اخلي بيها. اخذت ذني المعطرات 2 كلش حلوات، هاي بالبطيخ وهاي بالنعناع وما اعرف شنو هذا وياه. وخذت صابون للبيت،
وخذت ذني يفيدني بنات للمطبخ. ذني مشتريات هاي للمطبخ، هاوليات امسح بيهم يفيدن. اي خذت 2. واكيد ما ننسى جلافات الماعين. وخذت هذا المعطر كلش حلوة ريحته بالبخور، ويصير بنات تخلونه هنا. شوفوا بنات هاي النافورة مو بيها ماي، يصير تحطونه هنا تطلع الريحة كلش حلوة. هسه تطلع الريحة تبدي تطلع هنا. خلوا اذا عندكم نافورة بالبيت مثل هاي خلوا ويا المي. طلعت الريحة كلش حلوة بنات، تتخبل تكون يمي وتشمون. هو بالبخور كلش حلو. وخذت هذا المصفي احتاجه همية. وهاي مشترياتي اليوم. شوفوا بنات هسه بنات حبايب قلبي من هاي شوفوا استوت عندي هاي الكيكة كملت. هسه راح نقلبها. ايه شوفوا بنات ما شاء الله. هسه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا بنات هسه وتخبل. اتمنى تجربوها واتمنى تعجبكم، وهاي طريقتي. وانتم هم قولوا لي شلون طريقتكم، كتبوا لي بالتعليقات.